أحبائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم من جديد في فيديو جديد وخبر شيق عن المسلسل الأكثر إثارة للجدل في هذه الفترة، مسلسل المدينة البعيدة. حلقتنا اليوم مخصصة للحديث عن أحداث الحلقة 31 وعن الإعلان الذي أثار ضجة واسعة بعدما كشف مفاجأة غير متوقعة، عودة شخصية كنا جميعا على يقين أنها رحلت ولن تعود أبدا، وهي شخصية بوران. لكن قبل أن ندخل في تفاصيل التحليلات والتوقعات، لا تنسوا دعم القناة بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم. شكرا جزيلا لكم على دعمكم المتواصل. الحلقة السابقة من المسلسل كانت مليئة بالأحداث المشوقة، وعلى رأسها موت مينا، وهو الحدث الذي كنا قد توقعناه منذ فترة. موتها جاء على يد صدقات لتتأكد مرة أخرى التوقعات التي طرحها الجمهور منذ مدة، غير أن المفاجأة الكبرى لم تكن موت مينا، بل ظهور بوران من جديد، وهو ما لم يكن في الحسبان على الإطلاق. في البداية كان الكثير من المتابعين يظنون أن التسريبات حول عودة بوران مجرد إشاعات، أو أن ظهوره سيكون من خلال لقطات فلاش باك كما حصل في الموسم الثاني، غير أن الإعلان الأخير نسف كل هذه التكهنات وأكد أن الأمر مختلف تماما، فظهوره بدا حقيقيا لا مجرد مشاهد من الماضي، الأمر الذي صدم الجمهور وأثار حيرتهم. الآراء انقسمت بشكل واضح، فريق يرى أن هذا تطور غير منطقي قد يفقد القصة تماسكها، وفريق آخر مقتنع أن هذه العودة سترفع نسب المشاهدة بشكل غير مسبوق، لأن فضول الجمهور لمعرفة حقيقة بوران أصبح كبيرا جدا. الأسئلة الكبرى المطروحة الآن: هل عاد بوران فعلا من الموت؟ أم أن الذي رأيناه مجرد شبيه له؟ هل القصة مجرد لعبة محبوكة من طرف شبكة غامضة؟ ومن يقف وراء كل هذه الخطة؟ التحليلات والسيناريوهات المحتملة. سيناريو الشبيه: يرى البعض أن الشخص الذي ظهر في الإعلان ليس بوران الحقيقي وإنما شبيه له، وأن عالية ستكون هي الوحيدة القادرة على كشف الحقيقة بحكم معرفتها الدقيقة بزوجها. سيناريو الإنقاذ: احتمال آخر يقول إن بوران لم يمت فعلا، بل جرى إنقاذه في اللحظة الأخيرة ونقل للعلاج في مكان ما، بينما وضع بدلا منه شخص آخر مشوه ليقنع الجميع بوفاته. عالية تحت تأثير الصدمة لم تلاحظ الفرق، وظنت أن الرجل الذي عاد معها من كندا هو زوجها الحقيقي، في حين أن الحقيقة مختلفة. سيناريو اللعبة الكبرى: هذا السيناريو يعتبر أن ما يحدث لعبة خطيرة تقف وراءها شبكة قوية، ربما يقودها أجمل، الذي يعتقد أنه خطط لاختطاف بوران وإخفائه ليعيده في هذا التوقيت المناسب لغايات انتقامية أو أهداف أكبر لم تكشف بعد. الإعلان لم يكتفي بعودة بوران، بل أضاف عنصرا غامضا بظهور امرأة في المقبرة بجوار قبر بوران. هذه المرأة أثارت كثيرا من التساؤلات: هل هي زوجة الرجل المدفون في القبر بدلا من بوران؟ أم أنها متورطة في القصة وقبلت المال لتسكت وتتركهم يكتبون اسم بوران على القبر؟ كل هذه التفاصيل جعلت القصة أكثر إثارة وتشويقا. تأثير عودة بوران على الأحداث القادمة: من المؤكد أن ظهوره سيغير مجرى الأحداث جذريا. علاقة عالية بجيهان ستواجه أزمة قوية. عالية قد تدخل في صدمة كبيرة وتبتعد عن جيهان، وجيهان بدوره سيعيش صراعا داخليا وتأنيب ضمير، وربما يقرر الابتعاد عنها. لكن ورغم هذه الأزمات، قوة العلاقة بينهما قد تجعلها تصمد أمام هذه المحن. شخصية جديدة من جهة صدقات: هناك أخبار تؤكد انضمام شخصية جديدة من طرف صدقات، ويرجح أنها العقل المدبر لكل ما جرى، إخفاء بوران ثم إعادته في هذا التوقيت. مصير صدقات بعد موت مينا: وفاة مينا قد تفتح الباب أمام دخول صدقات إلى السجن، لكن السؤال المطروح: هل ستفضح عالية صدقات وتكشف حقيقتها؟ أم ستصمت لمصلحتها الخاصة، خصوصا أن موت مينا قد يخدمها في بعض الجوانب حتى وإن أثقل ذلك ضميرها بالذنب؟ كل هذه الاحتمالات تخلي الجمهور يعيش حالة من الترقب والانتظار، خاصة وأن الإعلان الثاني المرتقب قد يكشف لنا بعض الخيوط الجديدة. الخلاصة: الحلقة 38 ستكون واحدة من أهم الحلقات في مسلسل المدينة البعيدة. عودة بوران ليست مجرد حدث عابر، بل نقطة محورية ستعيد ترتيب الأوراق وتكشف عن حقائق صادمة ستغير مصير الشخصيات كافة. والآن جاء دوركم أنتم، ما رأيكم في عودة بوران؟ هل تعتقدون أنها خطوة ستزيد من نجاح المسلسل؟
أم أنها محاولة لإطالة القصة وإضافة المزيد من الإثارة فقط؟ شاركونا توقعاتكم في التعليقات، فآراؤكم تضيف الكثير للنقاش. شكرا جزيلا على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد مع تفاصيل وتحليلات أخرى لمسلسل المدينة البعيدة.